صباح الخير يا جماعة. النهاردة آخر يوم الترم، باخدكم معايا في فلوج. صحيت الساعة 6 الصبح وجهزت ولبست بسرعة، خدت القهوة بتاعتي اللي من غير وش زي ما انتوا شايفين دي، وخرجت على طول عشان الحق الباص بدل ما يفوتني. طبعا اول ما ركبت كان ناقصني محاضرات، قعدت اذاكرها عشان الحق. هنا طبعا بدور على سلايد ثانك يو. يا نور، انتي فين يا نور؟ مخبي نور فين يا رشدي؟ انا متاكد انك مخبيها يا رشدي. يا فين يا نور؟ يا نور، 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 دي فين يا نور؟ هنا طبعا بحارب الرهاب الاجتماعي عشان اصور لكم الطريق. بجد كنت مكسوفة قوي، بس محدش له حاجة عندنا وبراحتنا قوي قوي ونصور اللي احنا عايزينه. شكلي طالبة جامعية قوي وانا ماشية كده. اخيرا وصلت، الطريق طويل قوي قوي قوي. هطلع بقى، اكيد جايه بدري، هشوف. طبعا سلالم كتير كتير، نطلع 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 نطلع. طلعت بقى لحد الدور اللي انا عايزة اقعد فيه. طبعا اول ما وصلت حطيت حاجاتي الكتير، جايبة عزالي معايا حرفيا، وطبعا كنت بسرح طول الطريق، فلازم اقعد اخلص بقية المحاضرات. وانا كده دايما في حرب مع الوقت، يا انا اخلص على المادة قبل الامتحان يا المادة تخلص عليا. شفت صحابي طبعا، سلمنا سلام حار جدا جدا. طبعا بنقابل بعض بالاحضان زي ما انتم شايفين، ده كدب ما بيحصلش. وجماعة ما تنسوش، حاولوا ما تضيعوش الصلاة في الجامعة. وبعدين خلصنا امتحان وكان كويس كويس. خلصنا وخرجنا بسرعة عشان نلحق نخرج بقى. رايحين البحر دلوقتي، خلصنا امتحان. خرجنا بقى عشان نلحق ندور على مواصلات، يعني انا كنت مرعوبة لأحسن نقعد ناكل الاكل اللي جايبينه على النجيلة في الاخر. وهنا بقى حبيبة ودارين، باي حبيبة باي دارين. وركبنا نشوف الصحراء اللي احنا عايشين فيها، بنتشوي هناك في الشمس. وصلنا بقى عند المنصورة الجديدة، والحمد لله لقينا مواصلات تودينا البحر. كنت بوريكم بقى ان احنا ركبنا، وحبيبة ودارين يعملوا باي. دي دارين لابسة ابيض، حبيبة لابسة ازرق. باي دارين باي حبيبة. وده الطريق. هنا بقى انا وحبيبة ودارين قررنا ان احنا كل واحدة هتشتري فيلا جنب التانية. طبعا احنا فلوسنا جاهزة طبعا طبعا. والحمد لله وصلنا المكان عند البحر. انا مش عارفه حقيقي احنا بنقول ايه يعني، ولا كاننا لسه عاكين من شويه في الامتحان، بس المهم اننا مبسوطين. صوت البحر يا جماعه، مش عارفه انا صوتي عالي ولا مسموع ولا لا، بس هو فيديو عشوائي كده، عايزكم تبصوا معايا. هنا بقى هما بيفرشوا الحاجه، انا ما كنتش بفرش طبعا، عامله فيها يوتيوبر بقى وبصور وكده، وزي ما انتوا شايفين. جبن، اجيب لك جبن. خش يا ابن عم على الجبن، خش على الجبن يا معلم. خش على الجبن. بسطرمه ولانشون. حياتي البسطرمه. ازيكم يا جماعه، رجعنا تاني كلنا. بصوا الفيو تحفه ازاي. البتاع ده المره الخامسه اللي صوروا فيها ولا الثالثه مش فاكره. كل شويه عيد. المهم احنا عايزين موضوع بقى هنناقش فيه انا وحبيبه ودارين، علشان يعني ايه يبقى الموضوع حلو شويه وكده، فاهمين؟ انا بقول لهم بما اني بعمل محتوى يعني لحد ما توعيه وحاجات من دي، فهل انتوا شايفين ان اللي بينصح لازم بيطبق النصيحه دي، ولا يعني حاجه بيعملها لازم يبقى بيعملها يعني، ولا لا؟ انا عن نفسي لما بعمل فيديو على يوتيوب ببقى مطبقه الحاجات دي ومجرباها قبل كده، وفي حاجات عايزه اعملها لسه فيديوهات عن حاجات معينه، بس المشكله دي مثلا عندي فانا لسه مش عارفه احلها، فمش حابه اعمل فيديو. بس ده مش موضوعنا، لان مش بتكلم عني انا بس، بتكلم عموما. هل لو حد نصحك لازم يبقى بيعمل الحاجه دي ولا لا؟ هنبدا ناخد رايهم وبعدين ارجع لكم تاني. معاكم يا جماعه حبيبه دلوقتي هتقول رايها. اتفضلي يا حبيبه. حته الموضوع النصيحه وكده، شايفه ان هو اي حد بيقدم نصيحه هو يا
داري ايدك. مر يعني ايه موقف خلاه يقول حاجه دي بناء عن تجربه شخصيه ليه، او ممكن هو عايز يطبق ده. يعني مثلا ساعات انا بتفرج على حاجه او بشوف حاجه عموما بقراها او كده، ببقى عايزه اطبقها على نفسي، فبنصح حد بيها وهو كمان يطبقها، بتشجعني ان انا كمان اطبقها، ومش بس اطبقها ان انا انتظم فيها، سواء بقى موضوع ديني، موضوع علمي، موضوع يعني انساني، اي حاجه من دي. شايفه ان هو اي انسان بيوجه نصيحه لحد، هو اوريدي اصلا هيعمل بالنصيحه دي عشان هو محتاجها. طالما هو بينصح حد هو محتاجها، هيطبقها حتى لو ما كانش طبقها قبل ما ياخد النصيحه. بس كده خلاص كده هيبقى خلصت. معاكم دارين دلوقتي هتقول رأيها بكل موضوعية. اتفضلي. هو انا يعني شايفه هو لازم فعلا ان اللي بيدي نصيحه يكون عملها او هيعملها. ف يعني مش عارفه، يعني ممكن انصح الناس كملي عادي كملي. انصحهم ماشي، بس يعني ممكن برضه انا ما كنتش عملت النصيحه دي، بس يعني هتعلم واعملها بعدين، فاهمه؟ بس خلاص دوس. على فكرة مش رجعت لكم يا جماعة، انا حبيبة صاحبة القناة. اقول رأيي بصراحة. يعني انا من رأيي يعني انت لازم عامة تاخد النصيحة من حد اهل للنصيحة دي. يعني تبقى متأكد ان هو عايز مصلحتك، حتى لو الشخص ده فيه كل العبر. ده من رأيي. لو هو شخص سيء ما بيعملش حاجة عدلة في حياته، بس شايف من بره موقفك وعارف مصلحتك، تقدر تاخد منه نصيحة عادي. ده وجهة نظري. ولو حد نصحك بحاجة وهو فعلا شخص مؤهل لده وبيعمل بالنصيحة، وشفته بعد كده بيعمل غلط، ده مش معناه ان هو خلاص ارتكب جريمة. هو من حقه يغلط ومن حقه يكون بينصحك خوفا عليك. يعني انا ممكن اشوف واحدة اقول لها مثلا صلي قيام ليل وانا ما بصليش قيام ليل، هي لو طبقتها هي ممكن تقدر. لو انا مش قادرة هي ممكن تقدر. فانت تقدر تدي نصيحة عادي، بس المهم ما تبقاش بتنافق او بتقولها علشان تبان جامد. هو انت تدي نصيحة المهم تبقى صادق فيها وعايز فعلا مصلحة اللي قدامك، وبالنسبة ليك واخد النصيحة تبقى عارف انت بتاخدها من مين. بصوا يا جماعة لقينا ايه؟ دي مفيش هتقلبيها يا بنتي. ايه ده؟ واو، ايه ده؟ واو، مش عارفة عايزة احط ايدي الصراحة. واو، على فكرة عادي. يا ماما، ايه ده؟ طب وده؟ مهلبية. شمي ريحة ايدي كده، ريحتها سمك. لا لا عادي، ريحة بحر. تعملي ايه؟ هو ايه اللي جوه ده بقى يا جماعة؟ ايوه دي صح، عايزة اعرف ايه. شوفوا يا جماعة الايديت بتاعي وحلاوته، اكيد باين قوي ان انا اللي عاملة الايديت المرة دي، باين قوي قوي. هنا بقى يا جماعة بس اصحابي مين اكتر صاحبة بتحبوها، وقالوا حبيبة على طول على طول من غير اي تهديد. يعني زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو باين قوي. شوفوا دارين لقيت صدفة شكلها جميل قوي. وهنا بقى كنت بسأل حبيبة مين اكتر صاحبة بتحبيها واجدع صاحبة عندك، كانت هتقول دارين معايا، بس يعني قلت لها تاني باسلوب كده ما فيهوش اي تهديد برضو، قامت قايله حبيبه على طول. هي بس ما كانتش عايزه تكسف دارين. هنا دارين لقيت بقى ايه صدف تاني شكله تحفه قوي، وكل واحده هتختار واحده بقى. انا عجبتني اللي في النص، وطلعت دارين مختاراها قبلي، فانا مش مفتريه وطيبه، فسبتها لها زي ما انتوا شايفين كده برضو، وخدت واحده تانية كنا بنوريهولكوا هنا. كيوت، سو كيوت سو كيوت. واحنا ماشيين بقى ايه لقينا ازازه
ومصدية من فوق كده وفيها ورقة، كنا عايزين نفتحها نشوف ايه ده، بس واحدة صاحبتنا قالت لنا ممكن يكون جواها عمل، يعني مش عارفة، بالذات ان هي مش عارفة مقفولة ومصدية من فوق. احنا متوقعين ان هي ممكن تكون جاية من البحر، يعني البحر حادفها على الشط مثلا، ما فتحناش الازازه في الاخر فتوقعوا فيها عمل مثلا ومروحين. واحنا كويس احنا ما مسكناه فتحناش ولا بصراحه. لا. كده يا جماعه الفسحه خلصت واتبسطنا قوي ولسه ماشيين، لسه احنا على الشط. كان يوم جميل قوي واتبسطت. ومعانا حبيبه دارين. اعملي باي يا دارين تاني عشان انا صورت اللقطه دي مره. حبيبه اعملي باي. خدكم معايا بقى وانا مروحه وبس. يا رب تكونوا مبسوطين. واخيرا روحت بعد يوم طويل قوي قوي قوي، والساعه 7 ولسه داخله البيت خلاص الليل جه. ما عرفتش اصور لكم ان انا مروحه وانا مروحه لان الموبايل بتاعي فصل، وكمان الباص كان هيفوتني، فالحمد لله روحت. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم. انتوا مش عارفين انا بحب بجد الفلوجات قد ايه. كان نفسي من زمان قوي يعني تجيلي فرصة اعمل فلوج. ف ده كان فلوج النهاردة. استنوا بقى من الاسبوع الجاي الحلقات بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها من جلوينج اب. وبس كده، سلام.